وبنحطها هون. وشوف لي على هالتحفة الفنية، شوف معلم. ليزي كيك على طريقتي وبشغلات جديدة وبألوان جديدة، نطلع عن التقليدي شوي ونغير، الواحد بمل من كتر التكرار. خلينا نبدأ حبايبي بمكونات وصفتنا، وكل واحد يكتب لي بالتعليقات كيف طريقته بصنع الليزي كيك. هات لك 3 علب بسكوت سادة وتعال شوف أطيب أكلة سريعة خفيفة نظيفة. نحطهم أول شي هون وبدنا نكسرهم مظبوط مظبوط هيك بايدك، ما بدهم شي، دغري بفرطوا تكسرهم، يعني تكون القطعة هيك تقريبا ممتازة. هيك ممتازين. هلا بنيجي للمرحلة الثانية، بنجيب هالطنجرة وبنحط فيها 2.5 كاس من الحليب. عيار الكاسة يلي استخدمتها انا 300 ميلي، وانتو اي عيار كاسة بدكم يا استخدموه عادي لو 250. بدي ارفع درجة حرارة الحليب، طبعا رفعته هلا على الغاز على نار متوسطة، وراح اضيف عليه 3/4 الكاسة من السكر، وبدنا السكر يدوب. وهلا حضيف عليه هون نكهة الفراولة، حط لي نقطتين، هاي نكهة مركزة، ومنحرك. وهيك سخن عندي الحليب وقرب يغلي، هلا بضيف عليه معلقة كبيرة من الزبدة وبدوبها. وهيك الحليبات صاروا جاهزين. طبعا الحليب اذا مو مغلي عندكم، يعني جايبين حليب تازة، لازم ينغلى. اذا مغلي عادي لو ما غلى هلا مثل بعضها، يعني انا المهم تدوب عندي الزبدة. بنجي للبسكوتات وبنجي بهالحليبات ومنصب ومنقول بسم الله. راح صب 3/4 الكمية اول شي، شوف اذا كافي خلص بكفي، مو كافي برجع بحط. وهلا بنجيبهم وبنزلهم على ورق الزبدة. طبعا حاطط تحت ورق الزبدة انا قصدير مثل مو شايفين. وهلا بنجيب هيك ونحاول نشكلها على شكل رول. ولفيتها هيك بشكل ملبسة، وهلا بحطها بهالفريزر لمدة 4 ساعات، خليها تجمد منيح بعدين بنطالعها. وهلا بنجيب هالشوكولاتة البيضاء، بنفتح هالكيس، هاي نوعية جديدة بدي اجربها ما بعرف، وبنكسر لنا شوي هلا مشان ندوبه. وهيك طالعتها من هالفريزر، انا تركتها ليلة كاملة تقريبا، وبدنا نقطعها. شوف لي على هالتحفة الفنية، شوف معلم. وهلا بنجيب هالتحفة هاي وبنغطها هيك وبنطالعها وبنحطها هون. هلا راح اعمل دهنة هيك، لان بدي احط على الوش هيك تطلع كتير شكلها مرتب. وبتحبوه بالكاكاو ولا على فراولة، وبيسعدني اعرف من اي بلد بتتابعوني. وهيك اطيب ليزي كيك بطريقة ونكهات مبتكرة حبايبي. الواحد بيطلع عن التقليدي شوي وبيغير، لان التكرار بملل. حبايب قلبي ما تنسونا من اللايك والاشتراك بالصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.